دابا الان التعليم هذا واحد من المواضيع اللي كتعطيه الحكومه اهميه كبيره، وانا اعرف جيدا بانكم تعيرون لهذا الموضوع اهميه كبيره جدا، لانه الدوله الاجتماعيه هي دوله اللي عندها تعليم قوي، ماشي فقط ينتج المعرفه ولكن تعليم حاضن للتحولات المجتمعيه. والمدرسه هي الفضاء الامثل ديال القيم ديال التربيه، ماشي فقط على المواطنه، على القيم الاسلاميه وعلى القيم ديال المواطنه وعلى القيم ديال المغرب، اللي هذه هي الثوابت الموجوده في الدستور ديالنا. والفضاء الامثل لهذا الشيء كله هو المدرسه. وكيف ما قلت، هذه الحكومه لا تنظر في الوظائف العاديه للمدرسه انها دير التلقين والتعليم، لا، التعليم شركاء معنا في التحولات اللي كتعرفها بلادنا. فلذلك رجاء، هذا الموضوع يحتاج الى كثير من السمو، وحنا كنا سامين في هذا الموضوع هذا بالمناسبه، لكن انتبهوا، اليوم عندنا وضع، هذا الوضع هذا فيه رجال ونساء التعليم ما عجبهمش النظام الاساسي. الحكومه استمعت الى هذا الموضوع، استمعت الى هذا عدم الرضا، تعاملت معه من اعلى مستوى على مستوى السلطه التنفيذيه، السيد رئيس الحكومه. واليوم في مجلس الحكومه، في اطار ما هو مخول لي كناطق رسمي باسم الحكومه، هذا الشيء عبرت عليه قلته، ناقشت هذا الموضوع باستفاضه كبيره جدا وبمسؤوليه كبيره جدا وباهتمام كبير جدا. وقلنا بانه الحكومه واللجنه التي عينها السيد رئيس الحكومه، اللي فيها وزير التربيه الوطنيه، فيها السيد وزير الميزانيه، فيها السيد وزير المكلف بالشغل، مستعده منذ الان للجلوس ومناقشه هذا النظام الاساسي وهذه التخوفات التي اثارها الاساتذه. لان غايتنا في هذا الموضوع شنو هو؟ هذا الشيء راه ما فيه لا غالب لا مغلوب، هذا الشيء فيه مصلحه ديال التلاميذ خصهم يقراو، فيه واحد العوده طبيعيه وسريعه للمدرسه، ولا كانت شي تخوفات مستعدين نبددوها، ولا كاين شي صعوبات مستعدين بشكل مشترك وفي افق مشترك مع الشركاء ديالنا الاجتماعيين اننا نلقاو لها حلول بشكل سريع وعاجل، لان المكان الطبيعي ديال الاطفال وديال التلاميذ هو المدرسه. شكرا لكم.